Simply type your script to get started. تحية تقدمية. أبو الحسن يستهل زيارته إلى الكويت بلقاء مع الجالية اللبنانية. استهل أمين سر كتلة اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن زيارته إلى دولة الكويت بلقاء جامع مع أبناء الجالية اللبنانية بدعوة من مكتب الاغتراب، وذلك مساء أمس السبت في فندق جراند هوتيل. وكان لافتا المشاركة المتنوعة من مختلف القوى والأطياف التي جسدت صورة عن المجتمع اللبناني، حيث حضر اللقاء كل من القنصل العام للسفارة اللبنانية في الكويت مياء العظمي، ممثل مشيخة العقل لطائفة الموحدين الدروز في الكويت الشيخ نسيب قنصو، ممثلين عن الأحزاب والقوى السياسية، ممثلين عن وسائل الإعلام، مجلس السيدات اللبنانيات، مجلس الأعمال اللبناني في دولة الكويت، الهيئات الاقتصادية والفاعليات الاجتماعية، حيث تخطى عدد المشاركين في اللقاء 205 شخصا. افتتح اللقاء بالنشيد الوطني الكويتي والنشيد الوطني اللبناني، ثم كلمة ترحيبية قدمها شادي خداج. وكانت مناسبة لاستعراض الواقع اللبناني والتطورات السياسية الأخيرة التي أدت إلى انتخاب رئيس الجمهورية وتكليف رئيس الحكومة. ولاقت كلمة النائب أبو الحسن الصدى الإيجابي لدى الحضور انطلاقا من وضوح الموقف والرؤية وروح التفاؤل والأمل بغد أفضل فور تشكيل الحكومة ونيلها الثقة، خصوصا أن هناك ورشة تشريعية وحكومية تنتظرنا للبدء بمسيرة الإصلاح على كل المستويات، واضعا قضية حقوق الناس وإعادة أموال المودعين في المقدمة، بالإضافة إلى ورشة إعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي وتثبيت دعائم الدولة وتطبيق اتفاق الطائف والقرار 1701 بكل مندرجاته وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، حيث أشار إلى أن لبنان ينتظركم في المستقبل القريب من أجل المساهمة في إعادته بلدا متميزا على كافة المستويات بسواعد أبنائه وهمتهم وإيمانهم. وكان قد وجه أبو الحسن تحية إلى دولة الكويت قائلا: الشكر الكبير إلى دولة الكويت، إلى سمو الأمير الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح، وإلى سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد الصباح، وإلى حكومة الكويت رئيسا وأعضاء، وإلى الشعب الكويتي الشقيق الذي يحتضن الكثير من الأصدقاء والأهل والأحبة. إنه عرفان بالجميل وتقدير أن نبدأ بتوجيه هذه التحية، ولن ننسى وقفات الكويت إلى جانب وطننا الحبيب لبنان على مر التاريخ في السراء والضراء، فشكرا على كل ما قدمتموه وتقدمونه، وتحية من لبنان إلى الكويت. كما توجه بالشكر للحضور على تلبيتهم الدعوة، وخص لجنة الاغتراب بشكر خاص على الجهود التي بذلوها من أجل عقد هذا اللقاء المميز، منوها بدقة التنظيم وحسن الاستقبال. واختتم اللقاء بحوار مفتوح مع الحضور، حيث أجاب أبو الحسن على أسئلة الحضور، آملا أن يبقى التواصل مستمرا بشكل دائم بين لبنان المقيم واللبنانيين في دول الانتشار. وكان قد وجه أبو الحسن تحية إلى دولة الكويت قائلا: الشكر الكبير إلى دولة الكويت، إلى سمو الأمير الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح، وإلى سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد الصباح، وإلى حكومة الكويت رئيسا وأعضاء، وإلى الشعب الكويتي الشقيق الذي يحتضن الكثير من الأصدقاء والأهل والأحبة. إنه عرفان بالجميل وتقدير أن نبدأ بتوجيه هذه التحية، ولن ننسى وقفات الكويت إلى جانب وطننا الحبيب لبنان على مر التاريخ في السراء والضراء، فشكرا على كل ما قدمتموه وتقدمونه، وتحية من لبنان إلى الكويت. كما توجه بالشكر للحضور على تلبيتهم الدعوة، وخص لجنة الاغتراب بشكر خاص على الجهود التي بذلوها من أجل عقد هذا اللقاء المميز، منوها بدقة التنظيم وحسن الاستقبال. واختتم اللقاء بحوار مفتوح مع الحضور، حيث أجاب أبو الحسن على أسئلة الحضور، آملا أن يبقى التواصل مستمرا بشكل دائم بين لبنان المقيم واللبنانيين في دول الانتشار.